مبدئيا كده انا عايزك تحمد ربنا بجد اللي انت هتشوف الفيديو ده، علشان الفيديو ده باذن الله تعالى هيكون السبب اللي هيخليك تطلع من لجنه امتحان العربي عامل كده. والله زي ما بقول لك كده عامل كده اهو. تعالى بقى هقول لك ايه في الفيديو ده. هقول لك تقسيمه العربي الدرجات كلها. طب وايه المشكله؟ طب ما انا عارف. اهدى بس، اهدى بالراحه بالراحه كده واسمع الحته اللي جايه. هقول لك كمان على شويه حاجات كده عايزك تشد عليها في العربي وانت بتذاكر. الحاجات دي هتجيلك اقسم بالله في الامتحان، والله هتجيلك بالنص في الامتحان. بس قبل بقى ما نبدا في الفيديو بتاع النهارده انا عايزك تتاكد ان انت مشترك في القناه، علشان لسه عندنا فيديوهات كتير وقويه جدا لكل المواد. يلا بقى نسمي الله ونتوكل على الله ونبدا في الفيديو بتاع النهارده. اولا التوزيعه بتاعت الدرجات بتاعت امتحان العربي. بص، امتحان العربي هيجيلك 55 سؤال عليهم 80 درجة، 51 سؤال منهم هيجولك في صورة اختيار من متعدد وعليهم 70 درجة، والاربع اسئلة الباقيين هيجولك مقالي عليهم 10 درجات، والاربع اسئلة اللي هيجولك مقالي هيجيلك منهم 2 نحو وواحد تعبير وواحد قصة. الاربعة دول عليهم 10 درجات. طيب بص بقى، مبدئيا كده النحو هيجيلك عليه 22 درجة، والنصوص هتجيلك عليها 24 درجة، يعني النحو والنصوص ب 46 درجة. انت متخيل؟ يعني اكتر من نص الامتحان نحو ونصوص. الادب هيجيلك عليه 5 درجات، والقراءة هيجيلك عليها 17 درجة، وطبعا التعبير ب 8 درجات والقصة ب 4 درجات. طيب دي التقسيمة بتاعت العربي. تعالى بقى نخش على التقيل، الحاجات اللي هتجيلك في الامتحان. ايه هي الحاجات اللي انت المفروض تشد عليها دلوقتي وتذاكرها كل يوم وتراجع عليها كل يوم اول باول الصبح وبالليل، علشان هتجيلك في الامتحان بالنص. خلي بالك انا بوفر عليك وقت وجهد وبوفر عليك مذاكره. انا مش جاي في الفيديو ده اهزر معاك، انا جاي اقول لك اللي هتشوفه في الامتحان، الحاجات اللي هتشد عليها وهتجيلك في الامتحان باذن الله. نبدا بقى بالنحو. بص، النحو دايما بيجي عليه اكبر عدد من الدرجات، والنحو بيكون دايما سهل لو انت عارف الاساسيات. طيب ايه الحاجات اللي في النحو بقى اللي انت هتشد عليها؟ بص بقى وركز معايا، اكتب معايا، جيب ورقه وقلم واكتب. عايزك تشد جامد على المشتقات، اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم التفضيل. انا عايزك تفهمهم كويس وتعرف ازاي تستخدمهم في السياق. عايزك تركز جامد جدا على النواسخ اللي هم كان واخواتها، ان واخواتها، ظن واخواتها. ما تخشش الامتحان غير لما تظبطهم. هيجيلك واحده منهم باذن الله في الامتحان وش على الاقل. طيب هيجولك في الامتحان ازاي بقى؟ بص كده، هيقولك في الامتحان استخرج فعل ناسخ وحدد الاسم والخبر، او هيجي يقولك استخرج حرف ناسخ واعرب الاسم والخبر، او ممكن يقولك حول جمله لجمله فيها فعل ناسخ. وركز في الحته دي علشان هتجيلك في الامتحان، وانا هو انت هتجيلك في الامتحان. ماشي كده؟ ركز بقى على الاستثناء، التام مثبت والتام منفي، هيجيلك واحد منهم في الامتحان. حلو كده؟ التمييز بقى هيجيلك في الامتحان، هيجيلك في الاعراب، لازم تفرق بينه وبين المضاف اليه. والبدل هيجيلك استخرج بدل واذكر نوعه. واقول لك على تركايه، والله زي ما بقول لك كده، وانا هو انت ركز على الاعرابات النحويه الثابته، هتجيلك في الامتحان وش. عارف بيجي في الامتحان ايه كل سنه؟ اللي بعد بخاصه بيتعرب ايه، واللي بعد خصوصا بيتعرب ايه. بص كده معايا، اللي بعد بخاصه بيتعرب مبتدا مؤخر، واللي بعد خصوصا بيتعرب مفعول به. اللي بعد بخاصه بيتعرب ايه؟ مبتدا مؤخر، هتجيلك في الامتحان. واللي بعد خصوصا بيتعرب مفعول به. طيب تعالى بقى نخشوا على الادب ومدارس الشعر. بص، الاسئله في المدارس الشعريه بتيجي في النظام الجديد في صورة مقارنة، فحاول تمسك كل مدرسة وتقارنها بالمدرسة اللي في وشها في جدول. ذاكر في مقارنات وهيربطها لك بالنصوص. عارف هيجيب لك السؤال ازاي؟ هيجيب لك في النصوص سؤال يقول لك ايه؟ ما المظهر الذي يمثل صفات مدرسة أبولو في الأبيات؟ وطبعا مدرسة أبولو دي بتيجي في الامتحانات على طول. هيسألك في المظاهر بقى، الحزن، التأمل، الخيال، التعبير عن الذات، الحاجات اللي انت عارفها دي حاجات سهلة وبتتحل عادي. فانت لازم تراجع على خصائص المدارس، الواقعية، الديوان، أبولو، الإحياء والبعث، الكلاسيكية، كل ده تراجع عليه، ظبطه كله وحاول تذاكرهم في مقارنات زي ما قلت لك. اربطهم ببعض علشان في الامتحان هيجيبهم لك مربوطين ببعض. وصلت الفكرة؟ نيجي بقى لحتة القراءة المتحررة. بص، القراءة المتحررة دايما بتيجي في الامتحانات علشان تقيس مدى ذكاء الطالب، مدى فهمه مش حفظه، لان ده الجزء الوحيد اللي بيجي في الامتحان اللي بيعتمد على الفهم الكامل من الطالب للقطعة كلها، مش جزء هنا على حتة من هنا، على كلمة من هنا، على كلمة من هنا. غلط. لازم قبل ما تجاوب تقرا القطعة كلها، تقراها كويس وتحدد الفكرة العامة، تطلع الفكرة العامة من القطعة كلها. اهم حتة في الحل الحتة دي، تطلع الفكرة العامة، علشان الفكرة العامة دي هتساعدك ان انت تحل اسئلة كتير. خلي بالك انا بقول لك اهو من قبليها. طيب نيجي بقى للصور الجمالية والبلاغة. بص، كتير جدا من الطلبة بتتلخبط في الحاجات دي، بس انا هبسطها لك. بص، الصور الجمالية لازم تشوف هي بتخدم المعنى ازاي، لازم تربط بينها وبين العاطفة والفكرة اللي ورا النص. الموضوع ربط، انت فاهم؟ وصلت الفكرة؟ يعني انت المفروض تحل اسئلة دلوقتي امتحانات سنين سابقة، هتلاقي الاسئلة عايزة ربط، فعود نفسك على الاسئلة دي عشان بتتكرر. باذن الله تعالى، باذن الله يوم العربي بتاعك وانت قاعد في اللجنه، باذن الله وانت جوه اللجنه هتدعي لي على الكلام اللي انا بقوله لك ده.
هتفتكر صوتي في اللجنه، علشان الكلام ده هيجيلك في الامتحان حرفيا. التركات دي هتجيلك في الامتحان. التعبير بقى، بص التعبير ده درجاته مضمونه جدا جدا جدا، ومش هطلعك من الفيديو ده غير وانت مقفل التعبير. بص التعبير الوظيفي هو اللي بيتكرر على طول في الامتحانات، وهو اللي هيجيلك في امتحان العربي، البرقيه واللافته والتلخيص. التعبير الابداعي بقى لازم انت تكون حافظ مقدمه تثبتها كده تنفع لاي موضوع، وكمان لازم تكون عارف سطر ختامي، يعني مقدمه وخاتمه تنفع لكل الموضوعات. وانا مش هطلعك من الفيديو ده غير لما اقولك على الموضوعات اللي بتتكرر على طول في الامتحانات في التعبير الابداعي. بص كده معايا، موضوع عن التكنولوجيا، موضوع عن البيئه، الحفاظ عن البيئه، موضوع عن الذكاء الاصطناعي. وركز على الذكاء الاصطناعي ده علشان احنا في عصر التكنولوجيا دلوقتي. لو جه تعبير ابداعي هيجيلك الذكاء الاصطناعي. انا بقول لك اهو قبليها تعبير عن دور الشباب في المجتمع، وممكن كمان يجي تعبير عن العمل والتعاون ونهضة الوطن. ظبط موضوعات التعبير دي وخصوصا الذكاء الاصطناعي. تعال بقى نخشوا على القصة. اهم حاجة في القصة انك تراجع الشخصيات، المواقف كلها والمقولات، لانه هيسألك في الامتحان مين اللي قال كده وايه المناسبة. فانت احفظ الجمل المهمة وشوف مين قالها وقالها لمين وقالها له ليه. وانا هو بقول لك والله 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 لو دخلت الامتحان وانت فاهم توزيعة الدرجات، مجهز النحو كله زي ما قلت لك، التركات اللي قلت لك عليها، مجهز التعبير، الحاجات اللي قلت لك عليها في الفيديو ده، هتلاقي الاسئله في الامتحان بتتحل معاك زي السكينه في الحلاوه حرفيا. حتى الاسئله الصعبه هتسيبها وتحلها في الاخر هتلاقيها بتتحل معاك تلقائي. وعايزك بجد تسيبك من اي حد يقولك مش هتلحق، لان الاربع ايام دول ليالي الامتحان العربي كافيين جدا ان انت تلم العربي مره واتنين وتحل عليه كمان. بس انت اتعب شويه، لاني صدقني لو تعبت جامد الاربع ايام دول هتلاقي الامتحان بتاع العربي معاك بيتحل تلقائي من غير ما يواجهك اي مشاكل فيه، وباذن الله ربنا هيوفقك. وبكده بقى نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. وما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، علشان اللي جاي تقيل في كل المواد باذن الله. وهعمل لك كمان فيديوهات في المواد التانية اقول لك على الحاجات اللي بتتكرر على طول في الامتحان. سلمتم يا شباب، دمتم في امان الله، سالمين امنين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.